الكلام في الطلاق. مر بعض الكلام في النكاح، الآن الطلاق، وهو جائز اختيارا بلا أي سبب. لو فرضنا أن الرجل قرر أن يطلق زوجته، سألناه: فيها مشكلة زوجتك؟ قال لا. لماذا تطلق؟ قال: أريد أن أطلق. يجوز له؟ يجوز له. كما الزواج الثاني والثالث، لو تزوج ثانية ثالثة عادة يقال له: ما فيها زوجتك مريضة تعبانة؟ لو قال: لا، زوجتي ممتازة من كل النواحي، لكن أريد أن أتزوج ثانية ثالثة رابعة، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. هناك كلام لغط يدور كثيرا ما بين الناس أنه لا، الزواج الثاني والثالث إذا كان هناك مشكلة في المرأة. من قال؟ اللي يقول هالكلام قاعد يخالف الشرع، يعاند الشرع، يتلاعب بالشريعة، ما فيها الشكل كلام. لا يقول فقيه واحد بذلك. كذلك الطلاق. طيب زين، يعني هذا فعل حسن أن يطلق الرجل زوجته بلا سبب؟ لا، مكروه. يظهر من الروايات أن كراهته شديدة. يعني هناك فرق بين أن نقول هو جائز وليس مشروطا بشيء، وبين أن نقول بكراهته. هذه قضيتين، مكروه مكروه. وربما يستفاد من بعض الروايات أن كراهته شديدة. بالي مضمون رواية: إن عرش الرحمن، إن عرش الله عز وجل ليهتز عند الطلاق. يعني الآن هذا بالوضع العادي، لو فرضنا ما في أي سبب، مكروه. الطلاق مكروه لكن جائز، ليس مشروطا بشيء. أحيانا قد يكون الطلاق غير مكروه، أو يكون حسنا في محله. مثلا في مضمون رواية: 3 لا تستجاب لهم دعوة. واحد منهم من تؤذيه زوجته وهو يدعو الله عز وجل، يقول: إلهي فكني منها. يقول له الله عز وجل: قد جعلت أمرها بيدك، طلقها، خلصت القضية. يعني الطريق أمامك سالك، يمكنك أن تطلقها وينتهي الأمر، ما يحتاج تدعو.